أننا كشعراء أو أدباء عندما كنا نعمل نعاني من التعب لأننا تركنا الثقافة وعملنا، وعندما نترك العمل ونجلس البيت نكتب متاعبنا نتذكر أن هناك أطفالا يريدون مالا، يريدون طعاما، لا يريدون كلاما. فهذا الصراع القوي، والشاب نفسي أو الكل أديب يعني يحب الكلمة، أنه كالعصفور الفزع يتنقل بين الأغصان أحيانا تشك شائكة، فهذه أيضا معاناة. فكتبت خاطرة كانت جسدت فعلا ما كنت أعانيه في هذا الوقت منذ ربع قرن تقريبا يعني. فكتبت: وتبقى الآلام ضرب لي وعمر لا أدري متى يلتقيان، لتعبر القاتمة الآثام وهاجة النيران، وتمضي الأيام فأدنو من جنة الرضوان، والكلمات تمضي وأنا ويبقى سحر البيان، فالكهولة مني تسربت والعمر خلسة من الزمان، والحنين يأخذني عنوة والروح تثور والأبدان، ويعاني الشوق مرارة ويخفق القلب دون ما خفقان، أثبات الخطى إلا جلاء الظلام للحيران، والمرسى الأخير آخرة لدنيا الهوان، ما ضيق العيش للمؤمن العارف إلا امتحان، فهل بالفقر والإفقار أمات الشجعان، كرام عبروا المحن كما السحب للدخان، وعيون أبكوها دماء فما نضبت أجفان، وقلوب أفرغوها فما الروح هجرت شريان، أما القلوب التي تحجرت فقط لدى العميان، حكاية وحكايا تستعصر حكم الشيوخ والشبان، فماذا صنعوا بقلب عامر بالصبر والسلوان، عززوا حصون غدرهم فتهاوت الجدران، فكيف تبدي التعاويذ والسحرة والكهان، التعبيرات المنحوتة تخون ذاكرة الجان، والسحب تمر وتبقى الآثام يسكتها الدخان، صروح شر شيدتها ضمائر باعت الأديان، وبنيان التقي ينمو في أمن وأمان، يظنني بعت الوطن ويتحسر الوجدان، أمنيتي البناء وبناء النفوس عمران، كيف أخون ديني يا خائن الأوطان، عد إلى خالقك خالق والخلق بنيان، منحدرك الأخير منتهاه فقدان الجسمان.